من بودكاست بزنس ديفلوبمنت فويس. معاكم روبير مسعد، بزنس ديفلوبر اند بودكاستر. ضيفي النهارده في الحلقه، او خليني اقول بمعنى اصح، ضيفتي النهارده في الحلقه شخصيه جميله ومميزه جدا في شغلها، والبوزيشن بتاعها مش كتير يسمعوا عنه. ضيفتي النهارده هي استاذه سالي الكومي. ازيك يا سالي؟ هاي يا روبير، ازيك؟ عامل ايه؟ انا الحمد لله. بشكرك انك معايا في حلقه النهارده. ميرسي لك، انا اللي مبسوطه ان انا معاك. سالي، انا هسيب لك المايك تعرفي نفسك، ففيل فري. قولي لنا بقى، مين سالي الكومي؟ انا سيدة كومي، انا بشتغل في شركه اي سبيس فور سوفت وير ديفلوبمنت. دي شركه بتعمل سوفت وير موجوده في مصر من 23 سنه. انا دوري في الشركه كوميونيكيشن اند ريليشن شيب مانجر. بشتغل في البيزنس ديفلوبمنت ديبارتمنت. شغلي هو اكتر التعامل مع الناس. شغلي مهم جدا للشركه، ومهم جدا في تطوير البيزنس ديفلوبمنت فيها. من الحاجات اللي انا حابه اتكلم عنها معاك ايه هو اهميه الكوميونيكيشن والبرزنتيشن سكيلز بالنسبه للبيزنس ديفلوبمنت. يعني مثلا يا روبير، احنا التايتل ده عندنا جديد في الشركه، باي ذا واي هو ما كانش موجود قبل كده. احنا كلنا بنشتغل في البيزنس ديفلوبمنت ان جنرال، بس لقينا ان وجود حد بيمثل الشركه في الايفنتس وفي المؤتمرات دي حاجه مهمه، وحاجه الريتيرن بتاعها بيكون على اللونج ران، وبرده بيكون في الحاجات اللي احنا بنشوفها وبنحسها لما بنعرف ان الشركه قد ايه اسمها اتقال في مؤتمرات وان في حد بيمثلها موجود. يعني مثلا من الحاجات اللي هي المهمه بالنسبه للكوميونيكيشن او الادوار اللي بيعملها الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز، ان بتحسن الريليشن شيب عامه مع الناس. مثلا لما ابقى موجوده في ايفنت وبعرف ان انا اوضح ايه السيرفيس اللي بتقدمها الشركه، بقول ايه الميشن والفيجن بتاع الشركه، فده بالتالي بيحسن الصوره وبيزود الثقه بتاعت الناس في الشركه. بيعرفوا الشركه دي بتعمل ايه، بيعرفوا الشركه دي هدفها ايه. وطبعا الدور الاساسي ان انا بجيب كلاينت لما يلاقيني بتواصل معاه بشكل صح، بقدر ان انا اعرفه على السيرفيس او على البرودكت اللي احنا بنقدمه، فبالتالي الكلاينت ده بيبقى مور انترستد ان هو يشتغل معانا. واكيد برضو من الحاجات المهمه اللي بيعملها اي بزنس ديفلوبر ان هو يكسباند الاوبريشنز بتاعه الشركه عنده، يعني يخش اسواق جديده. وده بيبقى محتاج قدره على التواصل، لان انت بتتكلم مع ناس جديده، ماركت جديد، ناس جديده، فبتحتاج ان انت يكون عندك قدره على التواصل معاهم بشكل صح، وتقدر ان انت تتفاوض معاهم وبيبقوا هم كلاينتس جداد بالنسبه لك. واكيد دور الكوميونيكيشن والريليشن شيب مانجر برضه ان هو بيساعد على التطوير وعلى الابتكار في البيزنس ديفلوبمنت بشكل عام. ان المهارات بتاعت الاتصال او الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز بتلعب دور كبير في تطوير الاعمال وفي تحسين العمليات سواء الداخليه او الخارجيه للشركه، وبتحسن الصوره العامه للشركه، وبالتالي احنا بنحقق اهداف بوزيتيف على المدى الطويل وعلى المدى القريب برضه. طيب سالي، خليني هنا اقول لك حاجه حلوه جدا. انا مبسوط بحماسك جدا اللي احنا دخلنا في الموضوع على طول، ولكن انا حابب ان انا اعرف كل حد بيسمعنا النهارده مين هي سالي. فممكن تقول لنا كده بشكل بسيط مين هي سالي الكومي؟ طيب يا روبير، انا سالي الكومي، انا اولا انا ام ل4 اطفال، وانا برضو ماراثون رانر. عندي بحب الحاجات اللي بعملها، عندي اكتيفيتيز كتير بعملها في حياتي، بحب شغلي جدا. بحب دوري ككوميونيكيشن مانجر في شركه. بالنسبه لي شركه السوفت وير او مجال التكنولوجي ده مجال جديد. انا كنت ادبي، انا خريجه مدرسه الليسي، كنت الاولى على المدرسه في ادبي، فعمري ما توقعت ان انا هشتغل في مجال التكنولوجي واعرف اكتر عن السوفت وير. بس هو يعني ربنا قرب لي الفرصه دي ان انا اشتغل في شركه كبيره من اكبر الشركات اللي موجوده في مصر. فدي كانت بالنسبه لي فرصه ان انا اتعرفت على اندستري جديده وبطبق فيها الحاجات اللي انا بحبها. انا دارسه اكاونتنج، دارسه ماركتنج، انا اخده دبلومه ديجيتال ماركتنج ودبلومه سيلز وماركتنج، وباي ذا واي انا اخده دبلومه اتش ار.
انا ما اشتغلتش في الاتش ار، بس بحس ان الهيومن ريسورسز مانجمنت دي من الحاجات اللي لازم ان احنا نتعلمها، لان ده بيخلينا مش بس ازاي نعدي اي انترفيو، لا بيخلينا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الناس بشكل كويس وبشكل يوصل نيتنا ويوصل هدفنا. فدي انا باختصار. حلو جدا. سالي، انت في بدايه كلامك كنت كلمتينا عن الكوميونيكيشن مانجر والريليشن شيب مانجر، هل الاثنين واحد ولا في فرق ما بينهم؟ بص، الاثنين بيؤدوا نفس الحاجه. فاحنا مثلا انا كوميونيكيشن وريليشن شيب مانجر، لان الكوميونيكيشن ده اللي بيبني العلاقات، سواء كانت علاقات داخليه جوه الشركه او بره الشركه. انا اصلا دوري الاساسي العلاقات الخارجيه، اللي هي بتيجي عن طريق ان الكوميونيكيشن الصح اعرف ازاي ان انا اوصل للناس اللي انا عايزه ممكن يكونوا potential clients عندنا، اقدر ازاي اوصل لهم، اخليهم يبقوا الفت نظرهم، اخليهم ان هم مهتمين يعرفوا الشغل عندي ايه. فبالتالي شغل النتوركينج والكوميونيكيشن والريليشن شيب هي كلها سيركل واحده، كلها بتخدم بعض. حلو جدا. طيب هل المصطلح الكوميونيكيشن مانجر او الكوميونيكيشن سبيشاليست والريليشن شيب سبيشاليست دي مصطلحات او بوزيشنز لسه حديثه؟ يعني هل دي كانت موجوده في الشركات من قبل كده من قديم الزمن، ولا دي لسه اتس نيو فيرجن فروم بوزيشنز جديده بسبب الستارت ابس والانتربرينور شيب؟ فهل ده صح ولا انا غلط؟ بص، هي مش موجوده كتير. كان كلها بتتجمع تحت جزء الماركتينج والسيلز، بس احنا دلوقتي في زمن كل حاجه بقى لها تخصصها اكتر. فانا في الاخر انا بخدم البيزنس ديفلوبمنت، انا بيزنس ديفلوبر. يعني انا ممكن ما عرفتش نفسي ان انا بيزنس ديفلوبر، بس انا مينلي انا بطور البيزنس الشركه عندي، وبجيب ليدز جديده وده. بس انا تخصصي الاكتر في جزء بتاع اللي هي الستيب الاولانيه خالص، ان انا ازاي اصلا اتواصل مع الناس اللي هم هيؤدوا ان هم ابقى دخلت شغل جديد، ابتكرت حاجه جديده في الشركه. فحته ان هو كوميونيكيشن سبيشالست او ريليشن شيب سبيشالست دي حاجه كويسه جدا، ان هي بقت دلوقتي ابتدت ان هي تتعارف شويه في الشركات، وان هي يبقى كل حد له تخصصه يركز فيه بشكل احسن. ده طبعا افضل بكتير جدا من ان هو يكون بيخدم البيزنس ديفلوبمنت كله عموما يعني. جميل جدا. طيب هنا نقدر نقول ان الكوميونيكيشن سبيشاليست او ريليشن شيب سبيشاليست دي بتبقى اكتيفيتي معينه تندرج تحت الامبريلا الليد جنريشن؟ اكيد طبعا، لان انا زي ما قلت لك هو الكوميونيكيشن هو ده اللي بيليد جنريشن. طبعا ما نقدرش ان احنا نيجنور الاكتيفيتيز بتاعت الماركتنج، بس من الحاجات الاساسيه، او ان احنا كبني ادمين بنحب التعامل الفيس تو فيس. فحته الكوميونيكيشن دي ليها عامل مهم جدا، ان انا اقدر ان انا اليد جنريشن، اقدر ان انا اعرف مين الكلاينت بتاعي، اقدر ان انا اتواصل معاه بشكل اخليه هو يبقى مهتم بالشغل بتاعي. حلو جدا. طيب سالي، من وجهه نظرك ومن خلال خبرتك، انت شايف ان يبقى ممكن في بزنس ديفلوبر يكون شغال وهو ما بيعرفش يعمل كوميونيكيشن او يقوم بالرول ده، وساعتها هل المفروض تكون البيزنس اونر او الديسيشن ميكر اللي هو يجيب حد متخصص في الكوميونيكيشن سبيشاليست، ولا المفروض البي دي هو اللي يعمل ده برضه؟ بص، هو المفروض طبعا ان اي حد بيشتغل في البيزنس، زي احنا بنسمع رجال الاعمال، عمرك ما شفت رجل اعمال يبقى مش عارف يتعامل مع الناس. لا بالعكس، هو جزء من شطارته، جزء من شغله، ان هو يعرف يتعامل سواء مع بيزنس مان زيه، سواء مع شركات تانية، ان هو يقفل ديلز. دي كلها من شطارته. بوجود حته الكوميونيكيشن سكيلز هي موجودة عندنا كلنا كبني ادمين، بس في ناس بتبقى هم مميزين فيها شوية اكتر من ناس. لو انا صاحبة شغل وعندي حد شاطر جدا، بيدي شاطر جدا، بس ما بيحبش يتعامل مع ناس كتير، ما بيقدرش ان هو صوته مش واضح، ما عندوش ثقة في نفسه وهو بيتكلم، ساعتها ممكن ان انا اجيب حد يبقى هو بس هو ده تخصصه. وده اللي انا كنت بقوله لك، ان حته التخصص دي دلوقتي بقت مهمه جدا في الشركات، ان كل حد يبقى ليه دور معين بيعمله. ومفيش مشكله ان انا حتى لو ما عنديش في الشركه التايتل ده، لا انا اجيب حد واعينه بس وظيفته ان هو تو كوميونيكيت وريبريزنت الكومباني بتاعتي. فدي حاجه كويسه جدا ان انا اعملها. طيب سالي، في هنا سؤال مهم جدا هستنتجه من كلامك، وهو دلوقتي انا لو كبزنس اونر ازاي اعرف ان البيزنس بتاعي محتاج ان انا اعين كوميونيكيشن سبيشاليست او ريليشن شيب سبيشاليست
وانا في نفس الوقت اوريدي عندي بزنس ديفلوبر، يعني ايه اللي يخليني اخد الخطوه دي، او اعرف ازاي انا المفروض اخد الخطوه دي مع اني اوريدي معايا فعلا البزنس ديفلوبر؟ بص، ده بيختلف طبيعة البيزنس بتاع كل شركة. يعني في شركات، مع ان دلوقتي الاغلبيه ان هو بقى في ايفنتس ومؤتمرات في كل المجالات. يعني انا مجالي مجال الاي تي، انما في مجال الزراعه او البلاستيك او الكلام ده كله، كل الكلام ده بيتعمل لها مؤتمرات ومعارض، ومحتاج ان الشخص اللي يكون هو ساعات يعني بيكون بيندرج تحت اسم السيلز، بس في حد هو ما بيبيعش دايركت، فما نقدرش نقول عليه ان ده سيلز. فطبيعي ان الشركه دي تكون محتاجه حد يكون زي الريليشن شيب مانجر، يقدر ان هو حتى مش بس يجيب كلاينتس، هو ساعات بيعمل بارتنرشيب مع ناس. فعشان يقدر ان هو يوصل الوظيفه بتاعه الشركه بتاعته هي بتعمل ايه، بتقدم ايه، محتاجه بارتنرشيب في انه مجال. ده هيكون شغل الكوميونيكيشن او الريليشن شيب مانجر. حلو جدا. طيب ليه بنسمي البوزيشن ده على اساس اللي هو كوميونيكيشن ومش بيندرج تحت البابليك ريليشن؟ ممكن توضح لنا الجزء ده اكتر؟ بص، البي ار ليه وظائف تانية غير الكوميونيكيشن مانجر. البي ار هو بيبقى متخصص اكتر ان هو ينظم ايفنتس لها علاقه بالشركه، يتعامل مع ناس، بس مش بيكون هدفه البيزنس ديفلوبمنت. هو بيكون هدفه بيهندل البابليك ريليشنز بتاعت الشركه نفسها. انما الكوميونيكيشن او الريليشن شيب مانجر اللي هو بيشتغل في البيزنس ديفلوبمنت، ده هدفه في الاخر هو بيخدم البيزنس، هو بيخدم مبيعات الشركه في الاخر. فده بيبقى تركيزه اكتر على ان هو يعمل برزنتيشن، يقدم الشركه بشكل كويس، يمثل الشركه بشكل كويس، علشان في الاخر ده يخدم البيزنس ديفلوبمنت ديبارتمنت في الشركه دي. حلو جدا. طيب خلينا كده نسال في سؤال اكيد هيجي في بال كل حد من اللي بيسمعونا حاليا، وهو دلوقتي لو انا عايز اتخصص از كوميونيكيشن سبيشاليست، ايه الحاجات اللي انا محتاج ادرسها علشان اقدر اقول على نفسي ان انا كوميونيكيشن سبيشالست، غير ان انا يكون عندي سوفت سكيلز كويسه؟ بص، هو كدراسه احنا دلوقتي السكيلز اهم من الدراسه. يعني احنا ما نقدرش نقول، يعني احنا مثلا انا خريجه اكاونتنج بس انا ما اشتغلتش اكاونتنج، ففي حاجات احنا مش بندرسها، في حاجات احنا بنكتسبها زي ايه؟ في اماكن كتير بتساعد على تحسين البرزنتيشن سكيلز عندك. بيقول لك ازاي تعمل برزنتيشن، ايه المطلوب فيها، ازاي تستخدم عدد كلمات معينه، وقفتك انت وانت بتقدم البرزنتيشن دي عامله ازاي. انا شخصيا من الناس، انا اتفرجت على فيديوز كتير قوي على اليوتيوب، وحضرت اكشلي، وكان ليا اصدقاء ناس بروفيشنال جدا ساعدوني جدا في اول برزنتيشن انا عملتها في حياتي، وقالوا لي some tips كده، اللي هي احنا مثلا سي وانت واقف بتقف وقفه معينه بحيث ما تقعدش تتحرك من رجل لرجل، او ان انت تسرح. لازم تبقى بتتفاعل مع الناس اللي قدامك، لازم تسالهم ويردوا عليك، لازم ايدك وجسمك البادي لانجوج بتاعتك تعبر عن الكلام اللي انت بتقوله. فالحاجات دي احنا ممكن نتعلمها من اليوتيوب، ممكن نسال الناس البروفيشنال، او في برضه بعض الانستيتيوتس بتعمل زي توست ماستر، بيساعدوا جدا على ان انت تحسن البرزنتيشن سكيلز عندك. وفي حاجات تانية كتيرة جدا برضو بتبقى هدفها تحسين الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز، والحاجات اللي هي موجودة في الشخص لوحده. انت في شخص ممكن تقابله تقول ده بيتكلم كويس، واثق في كلامه وعنده قبول. ومن الحاجات اهم حاجة انا شايفاها بقى اللي هي الاهتمام بالتفاصيل. عشان تبقى كوميونيكيشن سبيشالست او كوميونيكيشن مانجر شاطر، انت لازم تبقى مهتم بكل التفاصيل بتاعة الايفنت اللي انت رايحه. تعرف انت هتلبس فيه ايه بالظبط، تعرف الناس اللي موجوده تضيفهم على لينكد ان، تبعت لهم مسج، تعرف عنهم على قد ما تقدر. ممكن يكون عدد كبير، تحاول على قد ما تقدر ان انت تتواصل معاهم. لازم كلامك يبقى بصوت واضح ومسموع. تتجنب ان انت تستخدم الفاظ مش دارجه قوي في البيزنس، تتكلم بثقه طبعا، وباستخدام لغه واثقه في نفسها، ويبقى كلامك واضح. الحاجات دي كلها من الحاجات الاساسيه اللي انت لما تيجي تتكلم مع اي حد، ده حتى لو مش في البيزنس، لما بتتكلم مع اي حد هو بيبقى مرتاح ان هو يسمعك.
فلما مرتاح ان هو يسمعك هيقدر يسمعك اكتر، يفهم انت بتقول ايه، وهيركز معاك، وبالتالي انت هتوصل للي انت عايزه. حلو جدا. طيب تعالي نخش بشكل اكتر تفصيلا. دلوقتي مثلا، هل شركه المفروض بتحدد بادجت معين للكوميونيكيشن سبيشاليست او البيزنس ديفلوبر اللي هم يحضروا مؤتمرات بتكون خارج مصر؟ ده مع افتراض طبعا اللي انا شغال في شركه داخل مصر. بص، برضو بيختلف من كل شركة تانية والبادجت بتاعتها، بس طبعا حضور ان انت تحضر السفر عموما بيخليك تكتسب، تعرف الكالتشر بتاعت المكان، وبتكتسب اكسبيرينس، بتقابل ناس من بلاد مختلفة بثقافات مختلفة. ولو طبعا اكيد لو ده بيخدم، يعني في احنا عندنا مؤتمرات في الاي تي زي جايتكس كان لسه معمول في المغرب وهيتعمل في دبي، وليه في كذا مؤتمر. ده حاجه احنا اساس ان احنا لازم نحضرها. ان هي الشركه تكون مهتميه بده او لا، طبعا هي لازم تكون مهتميه بده طالما بيخدم الشغل في الاخر، وحسب البادجت بتاعتها طبعا. طيب هل اللي بيحدد ان المؤتمر ده او الايفنت ده يتحضر ولا لا هو التوب مانجمنت ولا السي او ولا الكوميونيكيشن سبيشاليست ولا البيزنس ديفلوبر؟ التيم، التيم. يعني هي دي الكلمه السحريه. انت لازم، ما فيش حاجه بالذات في الحاجات اللي هي احنا بنسمع بعض، بنعرف هدفنا ايه من الحضور. ممكن انا يكون ليا وجهه نظر، السي او الجي ام بيبقى مش شايفها، انا اقول له لا احنا في ناس هتحضر. من انا كنت في مؤتمر شهر 11 اللي فات في اليونان، ده كان تبع الغرفه العربيه اليونانيه، مؤتمر اقتصادي بيتكلم في مجالات كتير في الاقتصاد، منهم الزراعه والصناعه والديجيتال ماركتنج، ديجيتال ترانسفورميشن، سوري. كان حضروا دول، ناس من دول مجلس التعاون الخليجي، واحنا مثلا كشركه بتاعتنا بنتعامل في الخليج ومهتمين ان احنا نكسباند الشغل بتاعنا في الخليج. فانا ممكن الفت نظر الجي ام لحاجه هو مش عارفها مثلا على الاتنديز، مين الناس اللي حاضره، لان انا مش بس بحضر اسمع التوبيك اللي موجود او احضر ورك شوب، لا انا بعمل نتوركينج مع الناس الحاضره اللي موجودين معايا. فده بيبقى شغل مشترك بيني انا وبين الجي ام وبين التيم اللي كلنا شغالين مع بعض، نعرف هل فعلا في اهميه لحضورنا وهنستفاد من الحضور ده ولا لا. عجبني جدا اجابتك لما قلتي ان القرار ده بيتاخد بناء على التيم مش بناء على قرار واحد. ولكن هنا، هل بعد الخطوه دي وبعد ما اخترتوا ان انتوا هتروحوا المؤتمر او لا، في حاله اللي انتوا هتروحوه، هل شخص واحد بس هو اللي بيكون مسؤول انه يحضر الايفنتات دي او المؤتمرات دي، ولا ممكن حد في التيم يكون هو شايف ان دي حاجه كويسه علشان هو عايز يروح وهو اللي عايز يروح يسافر حتى لو ما كانش ده الحقيقي؟ فهل هنا ساعتها احنا لما بناخد القرار ده از تيم بناخده علشان عارفين مين اللي هيسافر او مين اللي بيمثل الشركه والمفروض يسافر، ولا علشان الشركه اتس مديه سبيس او مديه مساحه ان اي حد ممكن يطلع يمثل الشركه في حاجه زي كده؟ بص، هو في اي مؤتمر او اي ايفنت طبعا بيكون عارفين مين احسن حد ممكن ان هو يقوم بالدور اللي مطلوب منه بره. الدور ده اللي هو ايه؟ اللي هو نتوركينج، اللي هو ميتينجز معينه. الميتينجز دي لو ميتينج هو متطلب وجود توب مانجمنت، يبقى لازم اكيد السي او او جي ام لازم يكون موجود. طب مين تاني الشخص اللي بيقدر ان هو يكوميونيكيت مع الناس، يوصل، يعرف الشركه لاكبر عدد ممكن؟ انا اللي موجوده في الشركه مثلا الكوميونيكيشن اند ريليشن شيب مانجر، انا اللي بقدر ان انا اتواصل مع الناس وان هم ابقى حاضره كذا ايفنت. يعني في ناس مثلا تبقى حاضره الايفنتس اللي لها علاقه بالاي تي، سواء جايتكس ليب، فبيكون كويس ان هو نفس الشخص اللي انا اشوفه، لان هو خلاص انا عرفت الشركه دي عن طريق الشخص ده، فلما اشوف الشخص ده تاني دي بتبقى حاجه كويسه. وطبعا بيبقى حسب رؤيه الشركه برضه، حسب البادجت مين، يعني يا ريت التيم كله يطلع. لو الشركه كلها طلعت ايفنت ده هيبقى حاجه كويسه جدا، بس بتبقى البادجت بتحددها ان هو لازم وجود شخص هو اللي يقوم بالجوب دي باكفأ وجه وحسب احتياجات الميتنجز اللي موجوده. حلو جدا. طيب سالي، بما انك قلتي دلوقتي اكتر من اسم مؤتمر ومعظمهم كانوا بره مصر، هل في ويب سايت او في تول معينه تساعدنا احنا از بزنس ديفلوبر او كوميونيكيشن سبيشاليست اللي انا اعرف ان الايفنتات دي هتحصل قريب او المؤتمرات دي هتحصل قريب، سواء بشكل محلي او بشكل عالمي؟ بص، في حاجات معروفه جدا
كل اندستري ليها الحاجات المعروفه فيها. يعني الفود اندستري عارفين المعارض بتاعت الفود اللي بتتعمل سواء في مصر او في دبي. وفي كل اندستري هم في حاجات اساسيه لازم بتتحضر، زي جايتكس. جايتكس ده من زمان بيتعمل في دبي، لسه اول سنه يتعمل في المغرب اللي هو جايتكس افريكا، لسه معمول شهر من شهرين فاتوا بالظبط. ف يعني هو مجرد انت ما هتعمل سيرش تشوف الاي تي ايفنتس سي في 2023 هيظهر قدامك، وفي حاجات كلنا عارفينها، يعني كل اي حد شغال في اندستري هو عارفها. جميل جدا. طيب ممكن تشاركينا بخبره كده او بقصه حصلت معاكي از كيس ستادي من مؤتمر انت حضرتيه وشايفه ان انت رحتي عشان كان هدفك كذا وقدرتي ان انت تحققي الاتشيفمنت او وصلتي للهدف؟ بص، انا ممكن هو كل مؤتمر الحمد لله احنا حققنا اهدافنا منه، بس ممكن اشير معاك الاكسبيرينس بتاعتي. مثلا في اخر مؤتمر انا حضرته اللي هو كان جايتكس افريكا، ده كان اول مره يتعمل في المغرب. المغرب بلد جميله وبلد جديده. كان مؤتمر ضخم جدا كبير جدا متقسم يعني ل 10 هولز، كل هول حوالي 4000 حد حاضر. فكان انا اللي كنت مسافره انا بس من الشركه، فكان مطلوب مني ان انا اغطي المؤتمر ده كله وان انا اخلص كل الميتينجز وكل الزيارات اللي انا عايزه اعملها في خلال 3 ايام. فدي كانت من الحاجات اللي هي كانت تشالنج شويه بالنسبه لي، ان انا وقت صغير وعندي سكيدجول كبير. اول حاجه طبعا انا بعملها ان انا بشوف الاجنده بتاعت الايفنت وبحدد الشركات، اعرف مين الشركات وبعمل سيرش عنها، ادخل على لينكد ان اعرف الشركه دي بتشتغل في ايه، اشوف الويب سايت بتاعها. وهم كمان في جايتكس كانوا في ابلكيشن كانت مسهله لنا الموضوع ده جدا، واغلبيه المؤتمرات بيبقى في لها الابلكيشن بتاعتها اللي بتسهل لك، بتحدد لك الاجنده بتاعت الايفنت، الاجنده بتاعتك، تو سكيدول ميتنج، تحدد حتى وقت الميتنج اللي انت عايزه ده قد ايه. فده من التحضيرات اللي هي لازم تتعمل، ان انت تشوف الاجنده وتشوف الايفنت ده مين اللي حاضر وانت مهتم بمين ومين هو برضه مهتم بيك. يعني بيبقى كان فيها حاجه زي ماتش ميكنج كمان، يعني انا مهتميه بشركه معينه ان انا اعرفها عن البيزنس بتاعي، هم كمان ممكن يكونوا مهتمين بيا، فبيبقى فيها ماتش ميكنج. ده بيساعدني ان انا احدد الميتنجز واعمل لها سكيدجول. الحاجات اللي ساعدتني الحمد لله ان هي نجحت الايفنت ده، ان التنظيم الصح. يعني في كل هول مثلا سي انا عندي فيها 20 ميتنج، انا مطلوب مني ان انا كحد بروفيشنال ان انا تبقى عندي الميتنجز دي ابقى مظبطه الوقت بتاعي جدا. ما ينفعش ان انا اتاخر على ميتنج، لان زي ما احنا عارفين احنا being in time ده late. فمطلوب مني ان انا اكون موجوده at least 5 minutes before meeting time. فان انا اقدر اظبط ده مع عدد كبير جدا من الشركات واوصل لهم في الوقت المظبوط واخلص الميتنج معاهم، دي كانت حاجه تشالنج شويه بالنسبه لي، لان هو كان عدد كبير جدا. بس الحمد لله ان انا قدرت ان انا كان ايفنت مرهق جدا، بس قدرت ان انا اخلص كل الميتنجز اللي عندي والزيارات اللي اعملها. فده كان من الحاجات اللي هي كان يعني ده اخر حاجه انا حضرته كان كبير، ايفنت كبير. حلو جدا. طيب سالي، بما انك قلتي ان الايفنت ده كان كبير جدا، فانت دلوقتي علشان تقدري تميجر او تقيس الريزلت اللي هنطلع بيها من بعد الايفنت ده، لازم نكون منظمين. وبما انك كنت انت الشخص الوحيد اللي بيمثل الشركه، فانت دلوقتي دخلتي ايه التولز اللي كنت بتستخدميها، او بمعنى اصح ايه الورك فلو اللي كنت بتعمليه خلال حضورك للمؤتمر ده؟ يعني انت دلوقتي قابلتي روبير واحمد وابراهيم وعلي وحسام وباسم، وكل واحد فيهم بيمثل شركه معينه واتكلمتوا في حاجه معينه. فهل كنت بتيكي نوتس على الموبايل، ولا كنت عامله فورم، ولا كنت ايه البلان بالظبط او الورك فلو اللي كنت ماشيه بيه؟ طبعا دي من الحاجات المهمه جدا، غير ان انت بتعمل بيبقى ليك على الابلكيشن اجنده شخصيه فيها مواعيد الميتنجز ايه، بس اللي انت قلته ان هو ايه الاوت كام من الميتنج ده، ومقابله 20 30 حد في اليوم، ده هيبرجلك. يعني هتبقى مش ممكن تنسى ده قال لك ايه، او ايه الحاجه اللي انت محتاج تركز عليها، مين الشخص اللي باين ان هو مهتم. فطبعا انا كنت عامله سكيدجول شيرد مع المانجر عندي. السكيدجول ده فيه الميتنجز الشركه بالويب سايت بتاعها، مين الشخص اللي انا هقابله، اللي هم الشركه دي بتشتغل في ايه وممكن يفيدونا في ايه. فبالتالي احنا كتيم، فممكن هو المدير يقول لي نركز على مجال معين، نركز على حاجه معينه مع الشركه دي، ممكن الشركه دي تفيدنا مثلا في سيرفيس معينه، احنا نفيدهم، ممكن يبقى في بينا بارتنرشيب.
فموضوع ان يكون في شيت متقسم فيها الميتينجز متقسمه، كمان انا الميتينجز بقسمها بمكانها، يعني سي هول 1 في 20 ميتنج شركات مختلفه، بس انا باخد المواعيد بتاعتهم او بحاول على قد ما اقدر، لان انا طبعا بريكوست ميتنج او بيجي لي ريكوست ويا حد بيأكسبت او ديكلاين، فبحاول ان انا على قد ما اقدر يبقى اماكن الاجتماع بتاعت شركات موجوده في هول معينه في نفس اليوم، علشان ما اضطرش ان انا من هول لهول مثلا هاخد 5 دقائق 10 دقائق عشان اروح من هنا لهنا، فهضيع ده وقت او هاجي على وقت حد وانا ما بحبش ان انا اكون متاخره. فموضوع التنظيم قبل الكلام ده انا عملته قبل حضور الايفنت بحوالي شهر، يعني الناس يمكن تفتكر دي مده طويله، انما هي مش طويله خالص، لان انت بتغير مواعيد وبتغير حاجات عشان تعمل سيرش عن كل شركه، لان احنا زي ما قلت لك كل شركه لها سيرفيس مختلفه. جايتكس ده كان مليان شركات من افريقيا ومن اوروبا ومن حتت كتيره جدا، فكل حاجه لها بزنس مختلف وليه طريقه مختلفه في التعامل. وفي حاجات وبرده انا مثلا ما رايحه لحد في اوروبا ما اقدرش اكلمه على الشغل اللي عملته مثلا في مصر، بكلمه على الشغل اللي انا عملته في اوروبا في افريقيا في الخليج، فكل حد ليه برزنتيشن بتاعته منفصل عن التاني، فلازم الكلام ده انا مش هقدر اجمعه كله في دماغي في نفس اليوم، لازم الكلام ده كله يبقى موجود في شيت بتلفت نظري فيها نوتس موجوده بتحدد لي بالظبط انا وانا داخله على الشخص ده انا عارفه هو مين وبيشتغل في ايه وايه اللي ممكن يكون مهتم بيه عندي. حلو جدا. سالي، طيب تعالي حنقي معاكي الجزء من الفقره الاولى من الحلقه، وهو بسؤال مهم جدا بالنسبه لي انا شخصيا. دلوقتي انا موجود مكانك، ودلوقتي انت هتحضري مؤتمر في مكان ما، وفي نفس الميعاد في مكان اخر مؤتمر تاني مهم جدا، بس مفيش غيرك انت اللي يحضر مؤتمر واحد من الاثنين دول. ايه اللي بتعمليه هنا ساعتها عشان تقرري انا هحضر ده ولا هحضر ده؟ بص هو اكيد بتحصل حاجات زي دي. طبعا هو اول حاجه انا بحاول ان انا شفت ميعاد من الميعادين، لو خلاص انا محطوطه في موقف اللي هو ما قداميش غير ده او ده، فبتبقى الحاجه يعني اللي هتجيب الاوت كام بتاعها احسن. يعني زي مثلا انا عندي ايفنت هدفي منه النتوركينج، بس ما عنديش هدف ان انا ما فيش شغل هيجي مباشر او ما فيش شغل هيجي منه بشكل قوي، فساعتها لا بروح للمكان التاني اللي هو لا ده في عميل انا رايحه اقابله وعندي ميتنج مهم اهم منه، فبتبقى حسب الاوت كام اللي هيطلع لي من الايفنت ده او ده. يعني لان هي حته النتوركينج ما هي موجوده في كله، موجوده في كل الايفنتس، بس الاوت كام اللي بيطلع من الايفنت مش كله زي بعضه. يعني انا ممكن احضر مؤتمر ممكن يكون مكلفني كتير جدا او مكلف الشركه كتير عشان احضره، بس احنا هدفنا النتوركينج بس، احنا مش هدفنا not to generate leads، احنا عايزين نعمل نتوركينج نعرف اسم الشركه. في ايفنت تاني لا، الايفنت التاني ده فيه عملاء محتملين كتير، في اوت كام احسن من الاولاني، فبيبقى ده اللي بيحدد الاولويه للحضور. حلو جدا. هخش معاكي في الفقره الثانيه من حلقه النهارده، وهي عباره عن اسم في معنى. هقول لك اسماء ناس معينين وعايزك توصفهم لي في كلمه واحده. جاهزه؟ اتفضل. نجيب سويرس. مخ. سميح سويرس. يعني مانجمنت. ناصر سويرس. لا احنا هم اخذين كل جوانب البيزنس، ف ثروه. اوكي. ابو هشيمه. شخص ناجح. اوكي. جاك ياما مؤسس علي بابا. لاكي. محمود العربي. محترم جدا. اوكي. جيف بيزوس مؤسس امازون. بروفيشنال جدا. اوكي. ايلون ماسك. ربنا معايا بقى في الحاجه اللي هو داخل فيها الفايت شخص ناجح. اوكي. تعالي نخش على الفقره الثالثه، وهي عباره عن فقره النصايح. هنبدا باول فئه، وهم فئه كبيره جدا خصوصا في بلدنا حاليا في مصر، وهم فئه الشباب اللي لسه بتدرس وبيفكروا بنسبه كبيره اللي هم عايزين يعملوا الاون بزنس او ان هو يكون عندهم ستارت اب. تحبي تنصحيهم بايه؟ الدراسه كويسه جدا لاي حاجه هم عايزين يعملوها. يسالوا ناس عندهم خبره، ناس اشتغلوا وناس نجحوا قبلهم. التوجيهات والنصايح دي احنا ممكن نكون
كنا مستقلين بيها واحنا صغيرين، بس لما بنكبر بنعرف ان فعلا النصايح دي احنا لازم نحطها في حسابنا، ولازم نتعلم من اخطاء الناس التانية، ولازم ندرس كويس جدا اي ستيب احنا بنعملها، ولازم ناخد الريسك. مفيش اي انكم هيجي لنا من غير ما ناخد ريسك. طبعا بتبقى ريسك بالعقل، ريسك معقوله، بس لازم ريسك، ولازم نطلع من الكومفورت زون، ولازم نتعب. طيب سالي، بيبقى في جزء من الفئه دي لما بيحاول اللي هو ياخد الريسك واللي هو يحاول يتعب، باباه ومامته بيقولوا له لا انت ركز في دراستك، مش ده الوقت اللي انت تعمل فيه مشروع او اللي انت تشتغل فيه على بروجكت. فهل ده صح؟ وتحبي تقول لهم ايه؟ بص، هو انا كأم انت جيت لي على الحته اللي انا يعني انا بقولها لاولادي يعني. فلا طبعا هي الدراسه مهمه جدا، بس ده ما يمنعش ان حد يبقى عنده فكره يفكر في بزنس. انا بشجع ولادي ان هم يبقى لو حد عنده فكره يعملها. يعني انا بنتي جرافيك ديزاينر، وهي لسه في مكمل، يعني هي لسه متخرجه من المدرسه، وبتعمل شغل حلو جدا، بتعمل لوجوز لصحابها، اغلبيه الحاجات فور فري. بس يعني اي حد عنده مهاره في حاجه معينه لازم ينميها ولازم يطبقها، بس ما يجيش على الحاجات الاساسيه. يعني ما ينفعش تقولي انا مش هدخل جامعه او مش هكمل الجامعه او مش مهتميه بدراستي. لا، اهتم بدراستك اللي هي الواجب الاساسي بتاعك وزياده عليه، وكله بالتايم مانجمنت. انت تقدر تعمل مليون حاجه في الدنيا. حلو جدا. طيب كل واحد اتخرج ولسه محتار على الكارير اللي هو يختاره عشان يشتغل فيه، تحبي تقول لهم ايه؟ دي حاجات يعني حسب ميوله وحسب توفيق ربنا. يعني احنا في الاخر احنا بنسعى وبنجتهد. هو حد سي ما هو اكيد متخرج، يبقى يعني مبدئيا هو عارف هو حابب يشتغل في ايه، فلازم ان هو يجرب لحد ما يعرف هو شاطر في ايه. في ناس مش عارفه اصلا هي شاطره في ايه، او مش عارفه هي بتحب ايه، فلازم يقعد يجرب ولازم يتعب ولازم يجتهد لحد ما يوصل للحاجه اللي يعرف ان هي دي اللي هيستمر فيها وهيدي اكتر، وهتبقى هي دي مصدر دخله ورزقه. طيب مثالي، بيبقى في جزء كبير جدا من الشباب بيبقى شايف ان انا علشان انا مش عارف انا هشتغل ايه او هعمل ايه، فده بيبقى حاجه عيب، ما ينفعش حد يبقى عارف حاجه زي كده. بس هو من جوه هو فعلا هو مش عارف ايه. هو ممكن يكون انا عايز اشتغل ديجيتال ماركتنج، بس ممكن سيلز، بس ممكن بزنس ديفلوبر، او ممكن بي ار. فبالتالي هنا هو لما هيجرب وبيخش في حاجات كتير بيبقى مكسوف اللي هو يبين اللي هو كان متخبط او مشتت ما بين اكتر من مجال. فهل انت شايفه اللي هو المفروض يكون لسه يفضل مكسوف ولا هو ما يبينش ده فعلا، ولا تحبي تقولي لهم ايه؟ بص، هو لازم يسأل عن كل حاجة، يسأل حد يشتغل فيها، يسأل حد عنده اكسبيرينس، يقرا كتير عن الحاجة اللي هو محتار بينها. من كتر القراية وكتر ما هياخد نصايح من ناس شوية هيعرف هو ميال ناحية ايه. فهو لازم يجرب. هو محدش بيتعلم من غير ما يجرب، فهو لازم يجرب، لازم يجين اكسبيرينس في الحاجة، يعرف هو بيحبها ولا لأ، هو شاطر فيها ولا لأ. مع طبعا ان هو يسأل ناس بروفيشنال، يسأل ناس اكبر منه، يتعلم من اخطاء الناس اللي حواليه. كل الكلام ده هيساعده ان هو في الاخر يحدد ايه الكارير اللي هو بيحبه ونجح فيه. تمام. سالي، تحبي تنصحي كل بزنس اونر حاليا في مصر بايه؟ احب انصحه ان هو ياخد ريسك بالعقل طبعا، وان يطلع من الكومفورت زون، وان يخلي الطموح بتاعه ملهوش سقف. لان احنا لما بنبقى حاطين نفسنا في حجم معين عمرنا ما هنطلع منه. انما طول ما احنا طموحنا عالي، وطول ما احنا متطلعين وعندنا هدف، بنكبر وبنوصل لهدفنا بشكل احسن كتير من ان احنا نبقى مكاننا. حلو جدا. هنهي معاكي الحلقه عايزك تشاركينا بكود او مبدا بتبقي ماشيه بيه يا سالي. بص، هو انا ما عنديش كود معينه، بس انا يعني عموما مبدئي في الحياه ان انا لازم استمر. يعني لازم استمر حتى لو ما نجحتش في الاول، حتى لو تعبت. انا قلت لك ان انا من الحاجات اللي انا بعملها ان انا بجري مسافات طويله جدا. كنت زمان بفتكر ان انا ماكسيموم اقدر اجري 5 كيلو 10 كيلو، ما كنتش اعرف ان انا اقدر اكمل لحد ال 21 كيلو ولحد ساعات اكتر من كده. فلازم مش لما اتعب، انا ما اقفش لما اتعب، انا بقف لما اوصل للهدف بتاعي. شكرا جدا ليك يا سالي على وجودك معايا في حلقه النهارده. حقيقي كانت حلقه جميله واتكلمنا فيها في مواضيع كتير وانا استفدت بيها على المستوى الشخصي، ومتوقع ان كل حد هيسمعنا هيستفيد هو كمان. شكرا لكم اعزائي المستمعين، ونشوفكم في حلقه جديده من بودكاست بزنس ديفلوبمنت.